والقائد بيقول له أنا أقول لك على سر، أنا كمان بخاف من الحقن. وبيوري له الوسام، ولما سأله سيرجي عن المسدس بيوره له بعد ما فرغه بيديه لسيرجي يلعب بيه، لكن القائد أخده منه وسيرجي ورا الدبابة اللي رسمتها الممرضة، وبياخد قلم بيرسم على دراع القائد طيارة. ولما بيخرج بيتكلموا عن سيرجي وبتطلب منه يخليه معاها عشان تعتني بيه، لأنها عارفة إنه هياخدوه لدار الأيتام بعد موت أمه وأخوه. والقائد بيقول لها لازم يروح دار الأيتام عشان حد يهتم بيه، وقالت له أنا ههتم بيه وعامله زي ابني. قال لها احنا في حالة حرب وفي الصفوف الأمامية وما ينفعش يفضل أكتر من كده، وبيسيبها وبيمشي. وبيدخلوا الجنود الكشافة اللي أنقذوا سيرجي عشان يطمنوا عليه، وكل الجنود وكل الموجودين بيحبوا سيرجي لأنه شجاع ومحبوب، وبيدوه منظار عشان يلعب بيه. وهنا الممرضة بتكلم زميلتها إنها حاسة بحاجة غريبة ناحية سيرجي، وإنها عمرها ما عيطت على جندي مجروح، لكنها عيطت على حالة الطفل سيرجي. وبتقول لها نفسها تبعده عن اللي بيحصل حوالينا، وإن